انا اجرت عربيه بوش عشان اعمل غني قدام كراش الجامعه، وصاحب العربيه طلع ابوها وقبض عليا في نص الشارع، او ربنا زي ما بقول لك كده. الحكايه اني قررت اعيش دور ابن زوات وابهر سالي زميلتنا اللي ما بتديش وش لحد. رحت معرض عربيات في المهندسين ودفعت اللي ورايا واللي قدامي عشان اجر بورش كابورليه ليوم واحد. لبست النضاره، فتحت السقف وشغلت كاسه العربيه على الاخر، ودخلت بيها قدام باب الجامعه اعمل دريفتات. الشله كلها اتلمت، وسالي عينيها برقت اول ما شافتني ونزلت جري من على السلم تقرب من العربيه. يا وحش انت وهو، لو عملت نمره قبل كده عشان تلفت انتباه كراش ولبست في الحيط اخبط لايك، واكتب يا شماتة ابله زازا في الكومنتات عشان تكمل الفضيحه دي. المهم سالي قربت مني، وبدل ما تقول لي ايه الحلاوه دي لقيتها بتصوت وتقول انت ايه اللي مركبك عربيه بابا يا حرامي. اتاري المعرض اللي اجرت منه بتاع ابوها، والعربيه دي عربيتها الشخصيه اصلا، وكانت سايباها تتلمع بس. الصنايعي في المعرض اجرها لي من وراهم عشان يعمل مصلحه. ابوها نزل برجالته، ولقيت نفسي متشعلق وبغسل عربيات المعرض كل اسبوعين عشان ما تحبسش. المنظمه الكدابه بتودي في داهيه يا جدعان. خليك على قد لحافك احسن ما تتفضح، وربنا يقدرني على فعل الخير.